النهارده هنشرح حاجة أساسية جدا في الأفتر إفكتس وهي الإيزنج. إيه هو الإيزنج؟ إن الحركة اللي بحركها يحصل لها تباطؤ أو تسارع، يعني لو بشوط كورة هيحصل لها تسارع، لو بجري وبهدي هيحصل لي تباطؤ. طيب وأنا شغال إمتى أستخدم الإيزنج؟ لو بحرك كورة، لو بحرك عربية، لو بحرك بندول ساعة، أو لو بحرك 99% من الحاجات هيحصل لها إيزنج، تسارع أو تباطؤ. طب هل في حالات مش بستخدم فيها الايزنج؟ لو بحرك عقرب الساعة فهي حركتها ثابتة ومش محتاجة ايزنج. لو بحرك السحاب هو حركته برضو ثابتة ومش محتاجة ايزنج. طيب ازاي اعمل ايزنج على الكي فريمز؟ قول انت بقى. هما خطوتين، نختار الكي فريمز وندوس F9 هيتحول من الشكل ده للشكل ده. وعشان اشيل الايزنج بختار الكي فريم وادوس كنترول وكليك على الكي فريم. طب اعمل ايزنج لانهي كي فريم؟ قدامك 3 احتمالات، انك عايز الحركة تبدأ بطيئة وتنتهي سريعة، انك عايز الحركة تبدأ سريعة وتنتهي بطيئة، انك عايز الحركة تبدأ بطيئة وتنتهي بطيئة وفي النص تبقى اسرع حاجة. تعالوا نطبق الكلام ده ونستخدم الايزنج في اننا نحرك كورة بتتنطط. طيب احنا محتاجين نعمل كورة بتتنطط زي دي. عشان نعمل كورة بتتنطط زي دي هنبدأ من الاول خالص. انا همسح اللاير ده او هعمل له هايد، يعني ممكن اعمل له هايد من هنا بس انا همسحه عشان ما نتلخبطش. وبعدين ولو ناخد بالنا انا عامل ايزنج عشان برضو تخلي بالكم، انا هو عامل ايزنج للكي فريمز عشان تظبط الحركه. هعلمكم كل حاجه بتتعمل ازاي. همسح اللاير ده وابدا من الاول خالص ان انا اعمل الكوره هعملها عادي جدا بالشيب تول بتاعه الدايره، اسمها اليبس تول. الشورت كات بتاعها حرف الكيو، بس في الغالب يعني انا بجيبها من هنا عشان افتح المنيو ده. المنيو دي يعني هي مستخبيه جوه الريكتانجل تول، يعني الديفولت بتاع الموضوع ان هو يبقى شكل مربع. هاجي على المربع ده افضل دايس بالماوس هيطلع، وافضل دايس هيطلع لي الشكل ده. اجي هنا انزل لحد التول اللي انا عايزها من دول، هاجي انا عايز الاليبس تول واروح سايب الماوس هيختار لي الدايره. اجي هنا على الارت بورد بتاعتي او الكومبوزيشن بورد بتاعتي وابدا ان انا ارسم الدايره. هرسمها ازاي؟ هدوس بالماوس واشد. لو جيت اشد خلي بالكوا هتلاقوا ان الشكل ايه، مش دايره، يعني هو بيعمل شكل بيضاوي. عشان اظبطها دايره بالظبط بدوس حرف الشيفت. الشيفت ده بيخلي لي الطول والعرض زي بعض، يعني مهما كبر واصغر وانا دايس شيفت، يعني ببقى دايس بالماوس ومعاه دايس الشيفت، بفضل دايس شيفت لحد ما اخلص. بحرك الماوس عشان يحدد لي مساحة الدايرة. لما برتاح خلاص انا مثلا عايز الكرة تبقى قد كده اهو، فلو كده تمام هسيب الاول الماوس وبعدين هسيب الشيفت اخر حاجة علشان تفضل الدايرة مظبوطة. كده انا خلاص عملت الدايرة. انا ممكن من هنا انا اخترت السليكشن تول عشان احرك الدايرة. لو انا عايز اغير اللون بتاع الدايرة او الستروك بتاعها، الستروك ده اللي هو الخط الخارجي اللي حوالين الدايرة، يعني ده اهو الستروك بتاعي اسود والسمك بتاعه 4 بكسل. لو كبرت هنا هتلاقوا ان السمك بيكبر ويصغر. طب لو عايز اغير اللون، بدوس على المربع بتاع اللون ده بتاع الفل، المربع ده بتاع المستطيل ده بتاع الفل، والمستطيل ده بتاع اللون، يعني ده بتاع اللون بتاع الستروك وده اللون بتاع الفل. هدوس مثلا عايز اغير اللون بتاع الفل فهدوس عليه هيطلع لي البانل دي بقدر اغير منها اللون. ولو لو حركناها كده شويه عشان نشوف اللون هتلاقوا ان اللون بيتغير. هنا بغير درجه اللون، ولو عايز اغير اللون نفسه ببدا ان انا ادوس على السلايدر ده واحرك فيه. اختار مثلا عايزه احمر واختار الدرجه بتاعتي، انا عايز مثلا احمر في بينك فاتح شويه فهيبقى هنا مثلا. ادوس اوكي. ولو عايز ان انا اختار لون معين ممكن اختار بالاي دروبر دي، هي اسمها اي دروبر. دي مثلا لو انا عندي حاجه مثلا عايز اختار من صوره او من حاجه، حتى ممكن اختار مثلا اللون بتاع الازرق ده مثلا، ممكن اختاره حاجه في الافتر افكتس نفسها، ممكن اختار اي لون انا عايزه. ولو عندي صوره اقدر اختار منها. فده الايه اختيار اللون. بدوس اوكي. انا مبحبش الاحمر الغامق ده معلش، هختار اي لون فاتح شويه او اللون ده انضف شويه. ولا طب لو انا مثلا مش عايز اصلا ستروك او مش عايز اصلا فيل، ممكن اشيل الستروك ده ازاي؟ ان انا بدوس على كلمة ستروك، الكلمة نفسها هيجيب لي الستروك اوبشنز. الاوبشنز اللي عندي ان انا يا اما اهو اول خانة بتاعتي اللي هي النون
ان هو ميبقاش فيه اصلا ستروك، او ان هو يبقى لون واحد، يبقى اللون ايا كان اللون ده ايه، او ان هو يبقى gradient linear gradient يعني يبقى تدرج لوني من لون للون، او ان هو يبقى gradient radial gradient، وده ان هو يبقى يعني مش يعني هنشرحه بعدين، بس هو ايه بيبقى برضو بيبقى تدرج لوني بس على شكل دايرة. وبس بعد كده بختار بدوس اوكي، بيختار لي الحاجة. انا عايز اشيله اصلا فهختار none وادوس اوكي. ونفس الكلام لو انا عايز اغير الفيل، برضو عندي نفس الاوبشنز، يا اما اختار ان هو من غير فيل خالص، او ان هو يبقى لون، او ان هو يبقى linear gradient يعني يبقى من لون للون خطي، او ان هو يبقى ايه radial gradient. وهنا الراديال باين اكتر، ان انا ممكن يبقى اللون عامل شكل الدايرة. وبعد كده ادوس اوكي، بس انا مش حابب الشكل ده فانا هرجع تاني للقديم. كده انا معايا الدايرة. طيب انا عايز ابدأ ان انا احركها، لازم احدد اول حاجة البوزيشن بتاعي، الحركة يعني بوزيشن. طيب اول مكان هتبقى فيه الكرة فين؟ انا مثلا اخليها مثلا تبقى هنا ده اول مكان ليها، وبعدين اخر مكان ليها هتنزل لحد فين؟ لحد مثلا هنا. انا عملت الخط ده ازاي؟ انا عملت الخط ده عشان لما الكرة تيجي تنزل تخبط في الخط ده. الخط ده جايد ليا. جايد يعني ايه او بجيبه منين؟ الجايد ده بجيبه من حاجة اسمها رولر، الشورت كات بتاعها كنترول ار. كنترول ار بيجيب لي حاجة اسمها رولر. الرولر يعني مسطرة. ببدأ ان انا بيجيب لي بار عليه ارقام. الارقام دي لو انا عايز اقيس حاجة معينة او اعرف مثلا ده 800 بكسل، يعني الارقام دي لحد 1920 بكسل، كل الارقام دي 1920، وهنا 1080 المقاس بتاع الكومبوزيشن بتاعي. انا بستخدمها في ان انا اعمل جايدز ليا، ان انا احدد مثلا انا مثلا هبدأ من هنا وهنتهي هنا، او مثلا عشان اعمل اخلي الحاجات تترص على خط معين. أنا مثلا عندي كذا مثلا كذا اوبجكت وعايزهم كلهم يبقوا على نفس الاستوى، فببدأ ان انا ايه اعمل الخط ده عشان يعمل زي سناب للاوبجكتس هيبقوا على نفس الخط بالظبط، او مثلا هو على الخط ده، فيبقى سهل ان انا ارص الحاجات. تمام. انا همسح دول عشان مش عايزهم، وعشان اشيل جايد بدوس عليه واشد وارجعه للبار فوق تاني، او احركه واشده على البار على الشمال تاني، فكده هيختفي خالص. يعني بشد واطلع لفوق او شمال. وعشان ارسمه باجي على البار واشد وانزل تحت او فوق، يعني اختار، يعني بدوس من البار واشد. انا مثلا عايز الارض بتاعتي تبقى هنا، وقلنا الكورة هتبدأ مثلا من هنا وهتنتهي هنا. تمام. ابدأ اعمل الكي فريمز بتاعتي. هعملها ازاي؟ هختار اللاير، انا بقى ماسك الموف تول بتاعتي. خلي بالكم بقى لازم يعني ما بقاش هنا، يعني ابقى يعني اختار هنا عشان اختار اللاير، واختار اللاير بتاعي وادوس حرف البي فور بوزيشن، وابدا ان انا اسجل اول كي فريم، وبعدين امشي كام فريم. قلنا مثلا نقول مثلا 8 فريمات مثلا. بصوا حرف الاف ده اللي هو الفريم. لو انا بعدت شويه عملت زوم اوت، اللي هي بعمل زوم اوت ازاي؟ بدوس الت وابدا ان انا ارجع بالبكره بتاعه الماوس، يعني ارجع كده بيعمل زوم اوت، او ادوس بالبكره لقدام فيعمل زوم ان. لما تلاقوا الحرف اللي جنب الارقام اف يبقى ده فريم. لو لقيتوا الارقام حرف الاس يبقى ده سكند يعني ثواني. فانا عايز اتحرك فريمات عشان ابقى دقيق في الحركه بتاعتي، فحركه مثلا 8 فريم. ده كده اول كي فريم اتسجل هنا، و8 فريمات هيبقى على الارض. هنزل لحد ما تيجي الارض. بصوا انا طب انا عايز انزل خط مستقيم بالظبط، عايز الكرة تقع خط مستقيم بالظبط. ادوس برضو شيفت. الشيفت بيخليني اتحرك في خطوط مستقيمه، سواء انا عامل بوزيشن او انا حتى بتحرك في العادي. يعني لو انا مش مثلا مش عامل بوزيشن وعايز مثلا معايا الكرة دي عايز احركها في خط مستقيم، اقدر ادوس شيفت وابدا ان انا احركها، يعني احركها وادوس شيفت هيبدا يحركها لي. عايز احركها فوق وتحت كده احركها فوق وتحت وادوس شيفت، يبدا ان هو يظبط لي الايه اللاين يبقى مستقيم، هيحركها لي في خطوط مستقيمه. ده الشيفت بالنسبه لي. فعشان اخلي الكوره تنزل اصلا هشد البوزيشن الاولاني في الاول خالص، و8 فريمات انزلها على الارض وانا دايس شيفت.
فكده بقى معايا الايه، اول حركه ان الكوره كانت فوق ونزلت لتحت، بدوس سبيس عشان يعمل لي بلاي للانيميشن بتاعي. طيب بعد ما الكوره بتنزل لتحت بتطلع لفوق. طيب هتطلع قد ايه؟ هل هتطلع في 8 فريمات برضو ولا اقل؟ لما جيت اعمل دراسه على، لما جيت اشوفت فيديو ريفرنس، لو انتوا كتبتوا مثلا كار باونسنج فيديو ريفرنس، هتلاقوا ان ممكن برضو هحط لكم لينكات لفيديوهات بيجيبوا فيديوهات حقيقيه بيوروكوا فيها مثلا كرة حقيقيه لما بتيجي تقع بيبقى شكلها عامل ازاي، بحيث ان انتوا تدرسوا الحركه بتاعتها وتذاكروها فريم فريم، وتبداوا تفهموا الحركه بتتعمل ازاي او بتتم ازاي في الحقيقه عشان نحكيها في الانيميشن. فباللي انا ذاكرته ان الحركه يعني لما الكره بتنزل وتخبط في الارض بترجع تاني في زمن اقل، من الثمان فريمات دول. فبالتالي مثلا هقول من 8 هيبقوا مثلا 7، فواحد 2 3 4 5 6 7. فهنا كده تمام. الويندو اللي بتظهر دي ده الاوتو سيف، يعني ما تتخضوش لما تلاقوا في ويندوز كده، المفروض ان انا بعمل سيف وانا شغال، بس انا مش عايز ادوشكوا دلوقتي بيه. هبدا ان انا اشد الكوره لفوق وانا دايس شيفت برضو عشان يطلع في خط مستقيم. طيب انا بدات هنا، يعني ده كان بدايه الحركه عندي كانت هنا، فانا لما الكوره تخبط وترجع تاني هترجع يعني هتطلع حته صغيره، يعني مش هتطلع المسافه كلها، هتطلع مسافه اقل. فمثلا هقول هتطلع مسافه مثلا النص مثلا، يعني هنا مثلا كويس بالنسبه لي، فيبقى الكوره خبطت وطلعت في زمن اقل، ويعني اهو ده شكل الحركه دلوقتي. طيب طلعت فوق، طب هتنزل تحت تاني، هيبقى مثلا نقول في 6 فريمات، يبقى 1 2 3 4 5 6، قللنا فريم، هنيجي ننزل واحنا دايسين شيفت وننزل على الارض. طيب هل في حل تاني غير ان احنا نعمل كده؟ في حل، ان احنا لو عايزين نجيب نفس الكي فريم بتاع الارض ده، فممكن نرجع تاني للكي فريم بتاع الارض اللي احنا عملناه اول مره، ونعمل له سيلكت، نشد بالماوس ونختار الكي فريم وندوس كنترول سي عشان نعمل كوبي، وبعدين نيجي على الكي فريم اللي احنا عايزين نعمل فيه الكي فريم بتاع الارض، وندوس كنترول في يعني بيست، كنترول سي يعني كوبي، وكنترول في يعني بيست. فكده احنا عملنا كوبي بيست للكي فريم بتاع الارض، فالكي فريم ده يبقى هو الكي فريم ده بالظبط. فدلوقتي ده شكل الحركه، الكره طلعت نزلت، يعني نازله طلع نازله. طيب بعد ما نزل على الارض هتطلع تاني، نقول مثلا في 5 فريمات، 1 2 3 4 5، انا كل مره بقلل فريم واحد. هتطلع شويه. في حاجه خدت بالي منها وانا بذاكر برضو حركه الكوره، وهي ان الفرق ما بين اول نطه وتاني نطه بيبقى كبير، بس الفرق ما بين تاني نطه وتالت نطه بيبقى الفرق بينها اقل من الفرق الاولاني، يعني كل مدى الفرق ما بين النطات بيقل. عشان كده حتى هتلاقوا لما الكرة بتيجي تنزل، يعني بتبقى قريبة من الأرض، بتقعد تتهز كده هزة صغيرة قوي، لأن الفروقات بين النطات بيبقى صغير قوي، فبتعمل الهزة الصغيرة دي. فبالتالي أنا بصوا ده الخط بتاع الحركة بتاعي، لما باجي بختار اللاير بتاعي بيبان عندي خط الحركة، ممكن يبقى مكانه في متسنتر لو أنا مسنتر البوينت بتاعتي، بس هو حاليا محطوط لي جنب الكرة، وده شيء كويس بالنسبة لي. فده شكل الحركة بالنسبة لي. 1 2 انا عايزة تنزل تاني، 1 2 3 4 5، هيبقى تنزل في 4، 1 2 3 4، هدوس شيفت وانزل على الارض، بعد كده اطلع تاني في 1 2 3 مثلا، ممكن تبقى 4 برضو، بس انا خليها 3 احسن. اهو مثلا كده، وهنزلها في 3 كمان، مش هخليها 2 عشان 2 قليل قوي. فده كده بالنسبة لي الحركة تمام، 1 2 3 تمام، ده شكل الحركة بالنسبة لي تمام. طيب دلوقتي وقت الايزنج. هعمل ايزنج ازاي؟ الايزنج لازم يتم بمنطقية شوية، لازم اعرف الكرة بتبقى بطيئة امتى وسريعة امتى. الكرة هنا يعني القانون اللي بيحتم عليها الحركة، القانون اللي بيتحكم فيها هو قانون الجاذبية. الكرة بتنجذب للأرض بسرعة، فبالتالي بتبقى هنا بطيئة، بتبدأ من سرعة 0، وتبدأ ان هي تتحرك بسرعة لحد ما توصل للأرض، تبقى أسرع سرعة ليها وهي على الأرض. فبالتالي
لازم يبقى اللي فوق معمول له ايزنج عشان يبقى بطيء. فهختار الكي فريم الاولاني وهدوس F9. طيب ماشي. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل كورة بتتنطط زي دي، فبالتالي احنا محتاجين ماشي. طيب احنا محتاجين نعمل كورة بتتنطط شبه دي. ماشي 1 2 3. طيب احنا محتاجين نعمل ماشي. طيب احنا محتاجين نعمل كورة بتتنطط زي دي بالظبط. طيب احنا محتاجين نعمل كورة بتتنطط زي دي. عشان نعمل حاجة بتتنطط زي دي، طيب احنا محتاجين نعمل كورة بتتنطط زي دي. عشان نعمل كورة بتتنطط زي دي هنبدأ من الأول خالص. أنا همسح اللاير ده أو هعمل له هايد، يعني ممكن أعمل له هايد من هنا، بس أنا همسحه عشان ما نتلخبطش. وبعدين ولو ناخد بالنا أنا عامل ايزنج عشان برضو تخلي بالكم، أنا هو عامل ايزنج للكي فريمز عشان تظبط الحركة. هعلمكم كل حاجة بتتعمل ازاي. همسح اللاير ده وابدأ من الأول خالص إن أنا أعمل الكورة هعملها عادي جدا بالشيب تول بتاعة الدايرة، اسمها إليبس تول. الشورت كات بتاعها حرف الكيو، بس في الغالب يعني أنا بجيبها من هنا عشان أفتح المنيو دي يعني هي مستخبية جوه الريكتانجل تول. يعني الديفولت بتاع الموضوع إن هو يبقى شكل مربع. هاجي على المربع ده أفضل دايس بالماوس هيطلع لي الشكل ده. اجي هنا انزل لحد التول اللي انا عايزها من دول. انا عايز الاليبس تول واروح سايب الماوس هيختار لي الدايره. اجي هنا على الارت بورد بتاعتي او الكومبوزيشن بورد بتاعتي وابدا ان انا ارسم الدايره. هرسمها ازاي؟ هدوس بالماوس واشد. لو جيت اشد خلي بالكم هتلاقوا ان الشكل ايه، مش دايره، يعني هو بيعمل شكل بيضاوي. عشان اظبطها دايره بالظبط بدوس حرف الشيفت ده بيخلي لي الطول والعرض زي بعض. يعني مهما كبر واصغر وانا دايس شيفت، يعني ببقى دايس بالماوس ومعاه دايس الشيفت. بفضل دايس شيفت لحد ما اخلص. يعني يعني بحرك الماوس علشان يحدد لي مساحة الدايرة. فبفضل لا بحرك الماوس عشان يحدد لي مساحة الدايرة. لما برتاح خلاص انا مثلا عايز الكرة تبقى قد كده اهو، فلو كده تمام هسيب الاول الماوس وبعدين هسيب الشيفت اخر حاجة علشان تفضل الدايرة مظبوطة. كده انا خلاص عملت الدايرة. انا ممكن من هنا انا اخترت السليكشن تول عشان احرك الدايرة. لو انا عايز اغير اللون بتاع الدايرة او الستروك بتاعها، الستروك ده اللي هو الخط الخارجي اللي حوالين الدايرة. يعني ده اهو الستروك بتاعي اسود والسمك بتاعه 4 بكسل. لو كبرت هنا هتلاقوا ان السمك بيكبر ويصغر. طب لو عايز اغير اللون بدوس على المربع بتاع اللون ده بتاع الفل. المربع ده بتاع المستطيل ده بتاع الفل، والمستطيل ده بتاع اللون، يعني ده بتاع اللون بتاع الستروك وده اللون بتاع الفل. هدوس مثلا عايز اغير اللون بتاع الفل فهدوس عليه هيطلع لي البانل دي بقدر اغير منها اللون. ولو حركناها كده شوية عشان نشوف اللون هتلاقوا ان اللون بيتغير. هنا بغير درجة اللون، ولو عايز اغير اللون نفسه ببدأ ان انا ادوس على السلايدر ده واحرك فيه. اختار مثلا عايزه احمر واختار الدرجة بتاعتي. انا عايز مثلا احمر في بينك فاتح شوية فهيبقى هنا مثلا. ادوس اوكي. ولو عايز ان انا اختار لون معين ممكن اختار بالاي دروبر دي، هي اسمها اي دروبر. دي مثلا لو انا عندي حاجة مثلا عايز اختار من صورة او من حاجة، حتى ممكن اختار مثلا اللون بتاع الازرق ده مثلا، ممكن اختاره حاجة في الافتر افكتس نفسها. ممكن اختار اي لون انا عايزه، ولو عندي صورة اقدر اختار منها. فده الايه اختيار اللون. بدوس اوكي. انا مبحبش الاحمر الغامق ده معلش، هختار اي لون فاتح شوية او اللون ده انضف شوية. ولا طب لو انا مثلا مش عايز اصلا ستروك او مش عايز اصلا فل، ممكن اشيل الستروك ده ازاي؟
ان انا بدوس على كلمة ستروك، الكلمة نفسها، هيجيب لي الستروك اوبشنز. الاوبشنز اللي عندي ان انا يا اما اهو اول خانة بتاعتي اللي هي النون، ان هو ميبقاش فيه اصلا ستروك، او ان هو يبقى لون واحد، يبقى اللون ايا كان اللون ده ايه، او ان هو يبقى gradient linear gradient يعني يبقى تدرج لوني من لون للون، او ان هو يبقى gradient radial gradient، وده ان هو يبقى يعني مش يعني هنشرحه بعدين، بس هو ايه بيبقى برضو بيبقى تدرج لوني بس على شكل دايرة وبس. بعد كده بختار بدوس اوكي، بيختار لي الحاجة. انا عايز اشيله اصلا، فهختار none وادوس اوكي. كده بقى انا معايا دايرة. طيب انا عايز ابدا ان انا احركها، لازم احدد اول حاجه البوزيشن بتاعي، الحركه يعني بوزيشن. طيب اول مكان هتبقى فيه الكوره فين؟ انا مثلا اخليها مثلا تبقى هنا ده اول مكان ليها، وبعدين اخر مكان ليها هتنزل لحد فين؟ لحد مثلا هنا. انا عملت الخط ده ازاي؟ انا عملت الخط ده عشان لما الكوره تيجي تنزل تخبط في الخط ده. الخط ده جايد ليا. جايد يعني ايه او بجيبه منين؟ الجايد ده بجيبه من حاجه اسمها رولر، الشورت كات بتاعها كنترول ار. كنترول ار بيجيب لي حاجه اسمها رولر. الرولر يعني مسطره. ببدا ان انا بيجيب لي بار عليه ارقام. الارقام دي لو انا عايز اقيس حاجه معينه او اعرف مثلا ده 800 بكسل، يعني الارقام دي لحد 1920 بكسل، كل الارقام دي 1920، وهنا 1080 المقاس بتاع الكومبوزيشن بتاعي. انا بستخدمها في ان انا اعمل جايدز ليا، ان انا احدد مثلا انا مثلا هبدا من هنا وهنتهي هنا، او مثلا عشان اعمل اخلي الحاجات تترص على خط معين. انا مثلا عندي كذا مثلا كذا اوبجكت وعايزهم كلهم يبقوا على نفس الاستوى، فببدا ان انا ايه اعمل الخط ده عشان يعمل زي سناب للاوبجكتس هيبقوا على نفس الخط بالظبط، او مثلا هو على الخط ده، فيبقى سهل ان انا ارص الحاجات. تمام. انا همسح دول عشان مش عايزهم وعشان اشيل جايد بدوس عليه واشد وارجعه للبار فوق تاني، او احركه واشده على البار على الشمال تاني، فكده هيختفي خالص. يعني بشد واطلع لفوق او شمال. وعشان ارسمه باجي على البار واشد وانزل تحت او فوق، يعني اختار، يعني بدوس من البار واشد. انا مثلا عايز الارض بتاعتي تبقى هنا، وقلنا الكورة هتبدأ مثلا من هنا وهتنتهي هنا. تمام. ابدا اعمل الكي فريمز بتاعتي. هعملها ازاي؟ هختار اللاير، انا ابقى ماسك الموف تول بتاعتي. خلي بالكم بقى لازم يعني ما ابقاش هنا، يعني ابقى يعني اختار هنا عشان اختار اللاير، واختار اللاير بتاعي وادوس حرف البي، بي فور بوزيشن، وابدا ان انا اسجل اول كي فريم. وابدا اسجل ماشي. وبعدين اجي على وبعدين امشي كام فريم؟ قلنا مثلا نقول مثلا 8 فريمات مثلا. بصوا حرف الاف ده اللي هو الفريم. لو انا بعدت شويه عملت زوم اوت، اللي هي بعمل زوم اوت ازاي؟ بدوس الت وابدا ان انا ارجع بالبكره بتاعه الماوس، يعني ارجع كده بيعمل زوم اوت، او ادوس بالبكره لقدام فيعمل زوم ان. لما تلاقوا الحرف اللي جنب الارقام اف يبقى ده فريم. لو لقيتوا الارقام حرف الاس يبقى ده سكند، يعني ثواني. فانا عايز اتحرك فريمات عشان ابقى دقيق في الحركه بتاعتي. فحركه مثلا 8 فريم، ده كده اول كي فريم اتسجل هنا، و8 فريمات هيبقى على الارض. هنزل لحد ما تيجي الارض. بصوا انا طب انا عايز انزل خط مستقيم بالظبط، عايز الكوره تقع خط مستقيم بالظبط. ادوس برضو شيفت. الشيفت بيخليني اتحرك في خطوط مستقيمه، سواء انا عامل بوزيشن او انا حتى بتحرك في العادي. يعني لو انا مش عامل بوزيشن وعايز مثلا معايا الكوره دي عايز احركها في خط مستقيم، اقدر ادوس شيفت وابدا ان انا احركها، يعني احركها وادوس شيفت هيبدا يحركها لي. عايز احركها فوق وتحت كده، احركها فوق وتحت وادوس شيفت، يبدا ان هو يظبط لي اللاين يبقى مستقيم، هيحركها لي في خطوط مستقيمه. ده الشيفت بالنسبه لي. فعشان اخلي الكوره تنزل، اصلا اشد البوزيشن الاولاني في الاول خالص، و8 فريمات انزلها على الارض وانا دايس شيفت. فكده بقى معايا
اول حركه ان الكوره كانت فوق ونزلت لتحت، بدوس سبيس عشان يعمل لي بلاي للانيميشن بتاعي. طيب بعد ما الكوره بتنزل لتحت بتطلع لفوق. طيب هتطلع قد ايه؟ هل هتطلع في 8 فريمات برضو ولا اقل؟ لما جيت اعمل دراسه على، لما جيت شفت فيديو ريفرنس، لو انتوا كتبتوا مثلا كار باونسنج فيديو ريفرنس، هتلاقوا ان ممكن برضو هحط لكم لينكات لفيديوهات بيجيبوا فيديوهات حقيقيه بيوروكوا فيها مثلا كرة حقيقيه لما بتيجي تقع بيبقى شكلها عامل ازاي، بحيث ان انتوا تدرسوا الحركه بتاعتها وتذاكروها فريم فريم، وتبداوا تفهموا الحركه بتتعمل ازاي او بتتم ازاي في الحقيقه عشان نحكيها في الانيميشن. فباللي انا ذاكرته ان الحركه لما الكره بتنزل وتخبط في الارض بترجع تاني في زمن اقل، من ال8 فريمات دول. فبالتالي مثلا هقول من 8 هيبقوا مثلا 7، ف1 2 3 4 5 6 7. فهنا تمام. الويندو اللي بتظهر دي ده الاوتو سيف، يعني ما تتخضوش لما تلاقوا في ويندوز كده، المفروض ان انا بعمل سيف وانا شغال، بس انا مش عايز ادوشكوا دلوقتي بيه. هبدا ان انا اشد الكوره لفوق وانا دايس شيفت برضو عشان يطلع في خط مستقيم. طيب انا بدات هنا، يعني ده كان بدايه الحركه عندي كانت هنا، فانا لما الكوره تخبط وترجع تاني هترجع يعني هتطلع حته صغيره، يعني مش هتطلع المسافه كلها، هتطلع مسافه اقل. فمثلا هقول هتطلع مسافه مثلا النص مثلا، يعني هنا مثلا كويس بالنسبه لي، فيبقى الكوره خبطت وطلعت في زمن اقل، ويعني اهو ده شكل الحركه دلوقتي. طيب طلعت فوق، طب هتنزل تحت تاني، هيبقى مثلا نقول في 6 فريمات، يبقى 1 2 3 4 5 6، قللنا فريم. هنيجي ننزل واحنا دايسين شيفت وننزل على الارض. طيب هل في حل تاني غير ان احنا نعمل كده؟ في حل، ان احنا لو عايزين نجيب نفس الكي فريم بتاع الارض ده، فممكن نرجع تاني للكي فريم بتاع الارض اللي احنا عملناه اول مره، ونعمل له سيلكت، نشد بالماوس ونختار الكي فريم وندوس كنترول سي عشان نعمل كوبي، وبعدين نيجي على الكي فريم اللي احنا عايزين نعمل فيه الكي فريم بتاع الارض، وندوس كنترول في يعني بيست، كنترول سي يعني كوبي، وكنترول في يعني بيست. فكده احنا عملنا كوبي بيست للكي فريم بتاع الارض، فالكي فريم ده يبقى هو الكي فريم ده بالظبط. فدلوقتي ده شكل الحركه، الكره طلعت نزلت، يعني نازله. طيب بعد ما نزل على الارض هتطلع تاني، نقول مثلا في 5 فريمات، 1 2 3 4 5. انا كل مره بقلل فريم واحد. هتطلع شويه، وخلي بالكم ان المسافه ما بين، يعني بصوا في برضو حاجه لما جيت اذاكر خدت بالي منها، وهي ان المسافه بين الفرق ما بين اول ماشي، الفرق ما بين اول، يعني في حاجه خدت بالي منها وانا بذاكر برضو حركه الكوره، وهي ان الفرق ما بين اول نطه وتاني نطه بيبقى كبير، بس الفرق ما بين تاني نطه وتالت نطه بيبقى الفرق بينها اقل من الفرق الاولاني، يعني كل مدى الفرق ما بين النطات بيقل. عشان كده حتى هتلاقوا لما الكرة بتيجي تنزل، يعني بتبقى قريبة من الارض، بتقعد تتهز كده هزة صغيرة قوي، لان الفروقات بين النطات بيبقى صغير قوي، فبتعمل الهزة الصغيرة دي. فبالتالي انا بصوا ده الخط بتاع الحركة بتاعي، لما باجي بختار اللاير بتاعي بيبان عندي خط الحركة، ممكن يبقى مكانه في متسنتر لو انا مسنتر البوينت بتاعتي، بس هو حاليا محطوط لي جنب الكرة، وده شيء كويس بالنسبة لي. فده شكل الحركة بالنسبة لي. 1 2 انا عايزة تنزل تاني، 1 2 3 4 5 هيبقى تنزل في 4، 1 2 3 4. هدوس شيفت وانزل على الارض، بعد كده اطلع تاني في 1 2 3 مثلا، ممكن تبقى 4 برضو، بس انا خليها 3 احسن. اهو مثلا كده، وهنزلها في 3 كمان، مش هخليها 2 عشان 2 قليل قوي. فده كده بالنسبة لي الحركة تمام، 1 2 3 تمام، ده شكل الحركة بالنسبة لي تمام. طيب دلوقتي وقت الايزنج. هعمل ايزنج ازاي؟ الايزنج لازم يتم بمنطقية شوية، لازم اعرف الكرة بتبقى بطيئة امتى وسريعة امتى.
الكورة هنا يعني ايه القانون اللي بيحتم عليها الحركة؟ القانون اللي بيتحكم فيها هو قانون الجاذبية. الكورة بتنجذب للأرض بسرعة، فبالتالي بتبقى هنا بطيئة، بتبدأ من سرعة 0 وتبدأ ان هي تتحرك بسرعة لحد ما توصل للأرض، تبقى أسرع سرعة ليها وهي على الأرض. فبالتالي لازم يبقى اللي فوق معمول له ايزنج عشان يبقى بطيء. فهختار الكي فريم الأولاني وهدوس F9 علشان أعمل ايزنج لأول كي فريم. ده هيبقى شكل الحركة. بصوا هتلاقوا ان الحركة بتبدأ بطيئة وبتسرع وهي نازلة. طيب ده كده أول 2 كي فريم. طب الكرة خبطت في الأرض وطالعة تاني في السماء، فبالتالي هي طالعة بسرعة وبتبدأ ان هي تبطأ وهي طالعة، لأن الجاذبية الأرضية بتبطئها وهي طالعة. فيبقى الكي فريم ده هو اللي بطيء، فبالتالي هدوس عليه F9 عشان اعمل له ايزنج. فيبقى ده شكل الحركة. بصوا شكلها منطقي. طيب دلوقتي الكرة نزلت على الأرض وطلع تاني، يبقى برضو الكي فريم ده هو اللي معمول له ايزنج. يبقى لو خدنا بالنا هنلاقي ان ما بين يعني بنعمل لواحد ونسيب اللي في النص، بنعمل واحد ونسيب اللي في النص، واللي اللي في الهوا هو اللي معمول لهم ايزنج، لان الكرة في السماء بتبدأ ان هي بطيئة وهي طالعة برضو بتبطأ، فكل اللي في السماء بيبقى بطيء. يبقى دي برضو في الهوا بتبقى هي بطيئة. فيبقى ده شكل الحركة بتاعتنا بالايزنج. طيب انا دلوقتي ازاي بتحكم في ان انا اعرض جزء من الانيميشن، وان انا ممكن مثلا اعرض الجزء ده بس، فتلاقوا بصوا ان هو بيعمل لوبينج للجزء ده بس، او ان انا اكبر السبيس بتاعتي وان انا اعرض الانيميشن كله. طبعا عايزه يبقى على اخر كي فريم بالظبط. البار اللي فوق ده اسمه ورك اريا. الورك اريا ده الجزء اللي بيتعمل له اكسبورت. لو جيت ترندر الفيديو او تعمل له اكسبورت، ده الجزء اللي بيظهر في الفيديو. فمهما كان لو انا مثلا عملت الكومبوزيشن بتاعي التايم بتاعه مثلا دقيقة، اهو بصوا الكومبوزيشن كبير جدا، بس الجزء اللي هيترندر هو ده الجزء بس اللي هيترندر، وده الجزء اللي انا هقدر ان انا اشوفه. الجزء الباقي ده بره عني خالص. فازاي بتحكم فيها؟ يا اما ان انا اشد اول واخر البار، يعني انا ابدا ان انا اشد واتحكم كده يدوي. ممكن مثلا يبقى البار يبقى في الاخر خالص، فابدا ان انا اشد كل ده. او في شورت كاتس، هو البي والان. البي يعني beginning والان يعني end، فبالتالي هحدد هنا البي وهنا الان، فكده بقى هو عرض لي الجزء ده بس. فكده انا حددت الانيميشن بتاعتي. طب لو انا عايز اقص الكومبوزيشن بتاعي واخلي ان التايم الوحيد بتاع الكومبوزيشن هو الجزء ده بس، بعمل رايت كليك على الجزء ده على الورك اريا واختار trim composition to work area، فبالتالي هيقص لي الكومبوزيشن كله، مش هيبقى فيه تايم غير الجزء ده. كده احنا ظبطنا حركة الكورة وفهمنا الايزنج وطبقنا عليه. التمرين ده اسمه باونسنج بول، وده من التمارين الاساسية اللي لازم اي انيميتور يبقى بيعرف يعمله، فلازم تطبقوا معايا. ولو واجهتكوا اي مشكلة اكتبولي في الكومنتس وانا هحلها معاكم. حاجة اخيرة، ان اللي اتعلمناه النهاردة ده الديفولت ايزنج، يعني دي قيمة ثابتة الافتر افكتس حاططها لنا للتباطؤ والتسارع. القيمة دي 33%، لكن احنا نقدر نتحكم في القيمة دي عن طريق حاجة اسمها جراف اديتور، وده هنتعلمه في الدروس الجاية. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشنز عشان اشوفك الدرس الجاي ان شاء الله.